والله الشغل رحمة خيي، عز والله الشغل عز. صحيح. ايه وقف يا خيي. يعني التقرير لا عم بقول لي انه هدول بس يدفعوا لنا الاجار البيوت صيد عنا ناخذ نعلك شو نسوي ياخذ. حسبي الله ونعم الوكيل. بلشوا رشا مو شو اسمه؟ ياسمين وفاطمه. سلموا على العم تبعهم. سلم. ايوه يلا الحمد لله. الله يفرجها ان شاء الله. هي نخلص من هذا، ما بقى نجيب حل نهائي. مدارس شوفوا حالكم، شوفوا شبابكم، والله بزعل عليكم مش الشغل. ما بالكرت لسه احنا كرت الهلال الغوم ما يلغوا ان شاء الله، ما يلغوا ان شاء الله. ان شاء الله بيجيك الكرت الجديد كمان ان شاء الله. الله كريم. أنا اسمي رضوان، جينا من سوريا، ما عنا شبابي ولا شي، رحنا على الشغل، مجبورين نروح على الشغل. أنا بتمنى كل الأطفال السوريين يروحوا على المدارس وفي حدا يعتني فيهم. عباخذ 50 ليرة بالأسبوع، بشتغل بالخياطة. احنا عم نشتغل مجبورين مشان نأمن أجار البيت ونعيش مبسوطين. أنا فيني مرض زلطان، كل نهار عم بطلع من الساعة 6:30 على الشغل مشان 50 ليرة، يعني بلكي تساعدونا شوي إلي يا أخواتي نرتاح من الشغل. زهورة أبغى أشتغل وصلي. خلص يلا تعال عندي، بس أنا بدي أروح. لسه في نص ساعة زهرة. قعدنا يلا رضوان حسوي ترجمة كلها. الله رجال معاي يفعلون. تعالي هنا عند خالص. صار لنا هين 1 سنة و8 أشهر بتركيا. قمنا استأجرنا بيت، أجار البيت 300، يعني إجباري هالأطفال هذول بدهم يروحون يعني على الشغل، إذا ما يشتغلون ما يمشي الحال يعني. قولات هذاك الواحد يعني يريدون يروحون على المدارس، والله كنا بسوريا كل شيء يعني مدرسة وكل شيء، هنا ما يقدرون، إذا ما يروحون على الشغل شنو نريد ندفع إيجارات، شنو نريد ندفع مصروف، بده البيت يعني. وش معرفني. وبيتنا عندي 4 أطفال أيتام، ويعني إجباري بدهم يروحون على الشغل، إذا ما يشتغلون ما يمشي يعني الحال، هنا أجارات وقولات وكهرباء ومية وإيش بدنا نسوي يعني. والله ما نعرف إيش بدنا نسوي يعني. الأولاد احترموا من المدارس يعني ما يرتاحون يعني، من الساعة تقريبا 6:30 يطلعوا على الشغل، ما بيجوا للساعة 8. شو بدنا يعني؟ عاد بياخذوا 50 ليرة، شو بدها تسوي 50 ليرة؟ قاعدين ببيت لا له ابواب لا له شبابيك يعني، كهرباء يعني لمبة وحدة، ايش بدنا نسوي؟ اجاره 300، والبرد يعني من دون طينة، من دون يعني اي شيء. ونتمنى انه بس المهم الاولاد يعني يرجعوا يتعلموا المدارس يعني، ما بدنا شيء.
بس ترجع على الأولاد يكفي شغل تشتغل. كل أطفال يعني اللي بتركيا يعني إنه كلها يعني خليها الأطفال تتعلم يعني. ابني مرضان وجباري عاد أبعثه يعني على الشغل، يعني شوي شوي والله نعالجه الحمد لله الحز شويونه يعني مشى وضعه يعني. بس بهالشغل يعني ما أعرف جهاز الشغل لهم بس يخلصون من هالشغل. كل الأطفال يعني اللي بتركيا يعني السوريين يعني التعليم زين ولازم كل الأطفال تتعلم يكفي. لون تشوفون أطفال يعني السوريين بالورشات، الولد عمره 9 سنين بالورشة يعني على الأطفال كلياتهم يعني لازم هذول مدارس إنه تأمنوا لهم كل شيء يعني. والحمد لله ألف الحمد لله. هذا رضوان المرضان يعني مرضان وعيروا على الشغل يعني يطلع من الساعة تقريبا يعني 7 من الصبح بالبرد وبالثلج الدنيا ثلج ويروح على الشغل ما يجي للساعة تقريبا 8 يعني. ايش بدنا نسوي يعني اذا ما بيطلعوا يشتغلوا منين بده واحد يعني بده يعيش. الحمد لله هذا الحكي اللي يعني المضبوط.